السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح النور والسرور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى الفيديو بتاعنا النهاردة، بصوا مليان شغل، بس ايه يعني هقول لكم كده، هو يعني بسيط ما فيهوش حاجة، بس كان شغله تقيل شوية. انا هنا طبعا زي ما انتم شفتوا في الفيديو اللي فات، كنت غاسله على الغسالة العادية طبعا عشان الاوتوماتيك عندي كانت بايظة. بص مطلعه الغسيل قشطه بجد، يعني عايزه اقول لكم انا بحب غسيل الغساله العاديه جدا جدا جدا، رغم ان هو بصراحه بيهلك، ما عادش ايه زي زمان كده لما كانت امهاتنا بقى تحطها ونقف معاهم وبقى بلبطه في الميه وبتاع، وكانت تحس ان الصحه كانت حلوه كده. لا، هو الحمد لله ربنا يدينا الصحه يا رب والعافيه. بس انا زي ما قلت لكم قبل كده كان عشان عندي مشكله في ظهري، فدي بقى اللي بيخليني ايه ما بقدرش اللي هو عليها قوي، رغم ان انا بحب غسيلها جدا. بصوا الغسيل، انا عايزه اقول لكم والله والدتي ربنا يا رب يديها الصحه يا رب اللهم امين، كانت دايما لما نيجي نغسل كده على الغساله ونيجي نطبق كانت تقول ايه: انت بتطبقي وانت قاعده؟ قومي اقفي وطبقي، مش احنا اللي دلوقتي بصوا يعني كل حاجه طبعا غساله اوتوماتيك واحنا قاعدين بتغسل، و اللي هو تمام هنطبق واحنا قاعدين وناولين الغسالة طبق هنا عند المروحة. لا، ما كانش فيه بقى الكلام ده، كان ايه يعني. بس والله عايزة اقول لكم لو كنا بنتضايق وقتها، لا دلوقتي والله بندعي لها بجد. كانوا زمان فعلا كانوا شادين في التربية، بس كانوا بيطلعونا ستات بيوت شاطرين، والحمد لله ربنا يا رب يديهم الصحة ويرحم كل أم متوفية. الحمد لله على كل حال. فبص بقى هنا، بص مطلعه الغسيل بجد، انا كنت متضايقه من الغسيل جدا جدا، عشان لما الغساله كانت بتطلعهولي طبعا انا كنت فاكراها ما بتعصرش، هي طلعت ما بتغسلش اصلا. فالحمد لله يعني، وربنا يسترها دايما واشوف بقى حل فيها. طبعا بعد ما الفلتر زي ما انت شفتوا بقى كان الفلتر باظ والغساله باظت، والله ما اعرف ايه اللي بيحصل. حتى الشنطة بتاعت السفر باظت، وزي ما انا قلت لكم انا داخله على سفر، وان شاء الله برضو هقول لكم في الفيديوهات الجايه طبعا انا مسافره فين، وهعمل معاكم ان شاء الله الشقه كده والتوضيبات، لان انا زي ما قلت لكم برجع يا دوبك على المدارس. فالحمد لله يعني ربنا يدينا الصحة جميعا يا رب. وبصوا بقى هنا انا خلصت ايه، يعني بحاول اخلص كده الغسيل ده كده منشر واحد، لسه بقى هتشوفوا معايا بقى الهدوم بقى بتاعت المنشر التاني. يعني كان يوم كان جامد جدا. وعايزه اقول لكم انا كنت بادئه معاكم بقى بكوبايه المانجا دي اصلا كانت في الاخر مش في الاول، عشان ابقى صريحه معاكم. كانت في الاخر ازاي؟ لان انا الفيديو دون هعمل تفريزات المانجا، هقول لكم جايبينها منين وبكام. هي بصراحه كانت كرتونه محترمه كده، هتشوفوها معايا طبعا. اللي هي بقى طبعا احنا كلنا عارفين المانجا اللي بتاعت التفريز، طبعا لازم تبقى مانجا زبديه. فهتشوفوها معايا طبعا في الفيديو، وهتشوفوا بقى المنظر والتفريز، لان انا اليوم دون حرفيا قلت اعمل الاول الغسيل زي ما انتوا شايفين ده. هنا بقى كانت الهدوم بتاعت المنشر التاني، قلت هعمل معاكم الاول الغسيل كده وبعد كده اخش على المانجا عشان ابقى ايه رايقه. انما لو قعدت وعملت المانجا طبعا بقوم ظهري مش قادره. الحمد لله يعني ربنا يا رب يديمها نعمه برضو، الحمد لله احسن من غيرنا كتير. وايديا طبعا برضو من مسكة السكينة وكده عشان تنظيف المانجا، فببقى خلاص بقى. فالحمد لله يا رب كده انا كنت خلاص خلصت الغسيل، وعملت بقى الارج كده مع نفسي ونضفت وكده وتمام ظبطت الدنيا، وقعدت بقى ايه قصاد المانجا. بصوا بقى المانجا زي ما انتوا شايفين، بصوا الجمال والحلاوة، دي مانجا زبدية. بصوا احلى حاجة في التفريز، بصوا المنظر وشكلها. انا بقى بصوا بقول لكم بقى اللي هو ايه، يعني هقشرها واقطعها معاكم، بس بصوا المنظر حلو قوي قوي. هنا بقى الكرتونة دي كانت بتاع 15 كيلو، الكيلو واقف على 25 جنيه. دي كان جوزي كان رايح سوق العبور فجابها معاه. بصوا المنظر بقى، يعني هي فرصة بصراحة اليومين دول حلوة، بدأت تحلو. هي كانت الأيام اللي فاتت بصراحة ما كانتش بتاعة تخزين، وتحسوها كانت فيها حمضة كده، اللي هو يعني ايه، يعني حدقة. أنا قصدي حدقة، سوري، يعني قصدي اللي هي حدقة. فتحسيها صعبة شوية انك انت تعمليها، تاخد معاكي سكر كتير، مش مستوية على الشجرة. يعني عايزة اقول لكم ان دي بتبقى مش مستوية على الشجرة، انما دي بقى بصوا خلاص بقى بدأت تحلو معانا وبقت جميلة. كنت لما الاول يعني اللي هي كام يوم اللي فاتوا لو جيت قشرتها كنت هتلاقيها بيضة من جوه، مش الحمرة اللي احنا واخدين عليها.
انما دلوقتي هتيجي تقشريها تلاقيها حمرا كده من جوه، اللي هو العصير بقى الحلو بقى اللي احنا ايه عارفينه. انا بقى كنت غسلت الكرتونة كلها مرة واحدة، قلت ما انا لما اقعد مرة واحدة، ما اقعدش بقى كل شوية وتيجي بعد كده اللي هو كل شوية اخد حبة وتيجي بعد كده تطرى معايا شوية، فممكن ما اقدرش يعني ايه افرزها بالسهولة دي. بص انا هنا بعمل ايه، طبعا هي كانت ماسكة نفسها وحلوة يعني الحمد لله ما فيهاش، بص الكرتونة الله اكبر ما كانش فيها ولا واحدة بايظة يعني الحمد لله. بص بقى مسكت عليها بقشرها، بص بقى قشرتها خفيفة كده، بقشر بالراحة وبعد كده امسك عليها بعد ما بخلصها كلها هتشوفها. بص بقى خلصت الكمية هنا بقى، كنت خلصت الكمية، شطفت الطبق بقى شطفة حلوة. وبص بقى الكمية معايا بعد ما قشرتها مرة واحدة، ما انا ايه مسكت بقى على كله كده، قلت خلنا ايه اقشرها مرة واحدة وبعد كده بقى اجي بقى ايه اخليها كده مرة واحدة بقى واطلع منها البذر. بصوا المنظر بقى ما شاء الله كلها لحم ازاي، يعني بألف هنا وشفا يا رب على قلب كل اللي ياكل منها او يشرب منها كده عصير. بصوا بقى انا عملتها اكياس كبيرة، عايزة تعمليها اكياس صغيرة زي ما انت حابة، بس بجد هي الوقت دلوقتي خلاص تقدري تبدأي في التفريزات، وعملنا بقى منها عصير. وبألف هنا وشفا، ويا رب تكونوا انبسطتوا معايا في الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.